بس جاي صغير جدا واغلى واحد في الحلقه، سجق وجبنه طبعا، ميكس جبن وكيري وشويه خضار. اهلا بيكم بدوري الفطير. ده احمر ده كده طرد. نرجع للجنه التحكيم، بطري يوصل للنهائي فقط وحصريا على سبراي فود. اهلا بيكم بدوري الفطير. واللي هيعمل قرعه علي وحسين. اول ماتش معانا صهلله. صهلله ضد السلطان. اول ماتش معانا. ماستر ضد دوناتيلو. الماتش الاخير معانا. زهرة بيروت ضد الفطاطري. كده معانا الماتشات. اول ماتش معانا صهلله ضد السلطان، ماستر ضد دوناتيلو. الماتش الاخير زهرة بيروت ضد الفطاطري. معانا النهارده في دوري الفطير، فيلا بينا. صهلله معانا صهلله. ده طبعا فطير صهلله. معانا الفطير التاني السلطان. ده فطير السلطان. نجرب. طبعا جبنا النهارده فطير وحدناه فطير سجق كيري، بس ملقناش كيري، جبنا ميكس جبن معاه او فطير سجق، فهتبقى كلها فطير سجق. يلا بينا نبتدي بالفطير بتاع صهلله ونشوفه شكله عامل ازاي. معانا فطير صهلله سجق وجبنه طبعا، ميكس جبن وكيري وشويه خضار. ونشوف معانا طبعا فطير السلطان، قطعه برضو من النص. شوفوا طبعا في ميكس جبن كتيره وسجق، بس السجق طبقاته صغيره جدا وشويه وهو مفروم واغلبها جبن. فنجرب ونشوفوا مين احسن فطير. نبتدي بفطير صهلله. بسم الله. معانا فطير السلطان. فطير السلطان اغلبه جبنه، السجق فيه قليل جدا، السجق فيه مفروم. فنشوف قطعه تانية. نفس الكلام طبعا في فطير السلطان برضو شفنا قطعه تانية، السجق فيه مفروم وقليل، اغلبه ميكس جبن. بعد مناقشات كتيره مع لجنه التحكيم اخترنا صهلله. صهلله طبعا مبشور عليه جبنه، كمان جبنه رومي. بس السجق في الاتنين، السجق بتاع السلطان كان قليل جدا ومفروم مش احسن حاجه، والسجق كان برضه في صهلله كان مش احسن حاجه بس كتير. فهنكسب صهلله، هيكسب معانا ويتاهل، والسلطان هارد لك وهيغادر. ومعانا طبعا كان صهلله ب 185 وطبعا السلطان كان ب 180. فندخل في الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده معانا طبعا ماستر ومعانا دوناتيلو. نشوف ماستر. طبعا ماستر بس جاي صغير جدا واغلى واحد في الحلقه، الواحد لسه هيشوف. ومعانا طبعا دوناتيلو. فنشوفوا الماتش ده ايه. طبعا ماستر صغيره جدا، مش عارف الحجم ده ازاي والسعر ده، فهنشوف. طبعا ماستر طبقاته حاطط سجق، ما عندوش كيري، حطينا ميكس جبن وشويه خضار، والفطير طبقه بتاعته سميكه شويه. نشوف طبعا دوناتيلو قطعه من النص. هنا طبعا دوناتيلو سجق كويس وشويه خضار، ما عندوش كيري قليل خالص يعني شبه مش موجود. فنشوفه ونقيمه ونبتدي بماستر. بسم الله. شوف بقى دوناتيلو سجق عنده كتير وخضار وطبعا كيري. هنرجع للجنة التحكيم ونقول رأينا. طبعا بعد لجنة التحكيم والمناقشات قررنا انا من وجهة نظري اكسب دوناتيلو طبعا ميكس جبن والكيري فيه حلو وسكو اكتر، وقيمته طبعا قيمة مقابل سعر 180. وعندنا ماستر ب 210 فطيرة صغيرة، بس الحشو بتاعه كويس، بس طبعا غالية بقيمة مقابل سعر. اروح لدوناتيلو. من وجهة نظري اكسب دوناتيلو. ونشوف الماتش الاخير. معانا الماتش الاخير معانا زهرة بيروت ضد الفطاطري. وطبعا زهرة بيروت. نشوف زهرة بيروت. زهرة بيروت الفطير باين عليه محروق وملسوع منه شوية. الفطاطري الفطير بتاعه جاي طبعا كويس جدا.
الفطاطري بعت لنا كمان مع الفطيره شويه حاجات مخلل، وجاب لنا صوص ساولاند ايلاند، وجاب لنا كمان كاتشب وجلافز عامل طبعا كويس طبعا مع السعر بتاعه. فنشوف كل فطيره ونقيمه. بسم الله. شوف طبعا زهرة بيروت نقطع قطعه من النص ونشوفه، بس طبعا زهرة بيروت محروق. سجق فيه برضو ملسوع، فيه خضار، وفيه طبعا مفيش جبن، هو بس سجق وخضار. نشوف طبعا معانا بقى يمين الفطاطري قطعة برضو من النص، الفطير بتاعه كويس طبعا، سجق مفروم وخضار وجبنة كيري. فنشوفه معانا، شوفوا ونقيمه. قولوا بسم الله. نبتدي بفطير زهرة بيروت. معانا فطير طبعا الفطاطري وندوقه. نرجع للجنة التحكيم بعد طبعا مناقشات هنكسب الفطاطري، وطبعا زهرة بيروت جاي محروق النهارده، فهديله الكارت الاحمر المباشر، كارت احمر، وده كده طرد، اداؤه سيء جدا، 0. فكسب الفطاطري، والفطاطري يوصل للنهائي ونشوف النهائي. يلا بينا. بعد مناقشات كتيره قررنا نكسب طبعا الفطاطري. كسب معانا النهارده دوري الفطير، والمركز الثاني هيبقى دوناتيلو من وجهه نظري، والثالث بقى صهلله. فهنشوف الترتيب العام من وجهه نظرنا. فالترتيب العام من وجهه نظري النهارده معانا افضل فطيره هتبقى الفطاطري، المركز الثاني دوناتيلو، الثالث صهلله، الرابع هيبقى ماستر، والخامس هيبقى السلطان، والاخير هيبقى اللي اخد الطرد النهارده هيبقى زهرة بيروت. وده تقييمنا النهارده في الحلقه. فلو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعنا على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكربشن، واهم حاجه تعملوا سبسكرايب عشان نكبر في اسرع وقت. ونشوفكم في فيديو جديد. سلام. ومعانا القرعه هيعملها علي وحسين. صهلله، فطير اسمه ايه ده؟ فطاطري كمان بعت مع الفطير كيس كده فيه طبعا مخلل، وفيه صوص طبعا جايب صوص رانش ساوثرن ايلاند اصلا. طبعا الفطاطري بعت لنا مع الفطيره فطير